الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وضلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا للسجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أهل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى
السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك خير الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك خير الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا لوص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا لوص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى يل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
وصل وسلم وبارك عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله تصنع في الصدور من الإيمان قواعده وتنوع عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجنة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما عليه أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وابرز فيها في غلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتشجر المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت فاظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حيرا أفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ويرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي ب12 أوصاف ذلك الموصوف تشويقا
كل سامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من الله والشواضي وأرح سري وقلبي من الله والشواضي. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرام
وحصل مقاصدنا. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab yang mulia ini, dan sampaikanlah umur kami hingga Ramadan tiba nanti. Ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami, juga semua guru kami atas dosa selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah Gusti kula nyuwun mugi sedanten para jamaah paringi sehat wal afiat, dadi wong bejo dunya akhirat. Ya Allah Gusti kita nyuwun ibadah kita istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjing lek pecah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah Gusti kita nyuwun mugi sedanten para jamaah paringi sehat wal afiat, dadi wong bejo dunya akhirat. Ya Allah Gusti kita nyuwun ibadah kita istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjing lek pecah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alayk. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرباس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه
شورا صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اخلصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضعت هذا النور المبين أصلب وبطون ما شرفت من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله فحملته عليه برعاية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه نشكو منه ولا من ولا عيننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات بطنه وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائين وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير
مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب يا شريف الأصل لذنا
قد حبانا من مواهب مرحبا يا كريما يا رحيم الجد وعاجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى بقرب الله دور عليه. إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله وكل عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم ترضى عليه. السماوات متضمعة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز من علف الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى قدر الله في عليه. الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزد شف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت فجشف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي مناها أتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزشف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي. صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزشف هواك مطلبي وعند الحبيب صلي. دمع الحنين
الأمين عند المقام كفين وسقاني نوره النبي شربت ما استكفين لفرش ورود الحب وزرعها في الروضة ذا العشق فيك يا نبي صلوات ومفروضة ذا العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله ذا العشق فيك يا نبي صلوات ومفروضة ذا العشق فيك يا حبيبي يا رسول الله شكوى صف قلبي جيت أكل حنين أنا يعني ذنبي غيا حبي آل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت نزل شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت نزل شف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عن وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا مولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد حضرك رسول الله وكرم رسول الله
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد
كلما قصر آمين يا الله يا رب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اهدنا نهجا سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله آمين يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريمي الأرواح منا وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى
وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Rubba man yahgiruhu an-nasu li du'fihi wa qillati hadhihi min ad-dunya wa huwa a'zamu qadran 'inda Allah mimman lahu qadrun fi ad-dunya. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى كما قال جل جلاله وتعالى وعظمته إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض من الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. رب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا. Berapa banyak orang yang direndahkan di mata manusia karena kelemahannya, karena sedikit daripada harta. Padahal orang tadi itu a'dhamu qadran, paling luhurnya, paling tingginya kedudukan indallah. Dia mempunyai kedudukan di sisi Allah daripada kedudukan manusia yang dimuliakan di atas dunia karena harta bendanya, karena kedudukannya. Fa innan nasa yatafawatuna bihasabi taqwa, karena sesungguhnya manusia
selisih derajat daripada manusia bihasabit taqwa, tergantung daripada ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalian semua di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, tinggalkanlah seluruh dosa yang kecil maupun yang besar, itulah yang dinamakan ketakwaan. Wasna kama fi fawqa kamashin fawqa ardin wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara, berhati-hatilah kamu di atas dunia ini sebagaimana orang yang jalan di atas bumi, dia akan berhati-hati sekalipun terdapat duri yang paling kecil, karena duri yang kecil akan membahayakan keselamatan. Cek anggap dosa kene, karena duri sekene bisa titanus, jarum kene, pakoh kene, tapi bisa titanus. Maka orang terus selamat harus ngesteteh menghindar sekalipun ane kepada jarum kene ataupun badu diri kene. La tahgiranna saghiratan innal jibala minal hasa, dan kamu jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu akan tersusun sehingga akan menjadi gunung yang kokoh. Innal jibala minal hasa, gunung ini dari batu. Batu ini banyak ya, dari teblingkar, ya dari batu kene, tak benda tak polan batu raja to. Batu kene pun juga beda manfaat tah. Batu kene juga beda guna nah. La tahtagir syai'an saghiratan farubbama asalati damal ibaru, dan kamu jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil akan mengeluarkan daripada darah. Tore samene cocok benare bi jarum. Kene jarum tapi mau cocok benare. Mate. Iman maksiat benare kene tompok jadi raja, jangan beribahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Bener, la tahgirannal hasa, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. La tahgiranna saghiratan al jibala minal hasa, jangan meremehkan batu kecil, karena gunung pun tersusun daripada batu yang kecil. Bune boto raja tok teblingkar bodekia. Nah makanya dusah sekene engaan apa mun anya matusa tetep dusah. Ini contoh. Kula nyeltek kopi ngalatip nih, seltek. Latip kembung agak aja ya, tapi mon saya seltek bupati lain pada seltek nah kalau dia tok ngamuk are perbuatan tidak menyenangkan beda pasal lah tekian boleh Prabowo seltek koreng jamin 5 tahun sampai nih Yoko are perbuatan tidak menyenangkan, percobaan pembunuhan bersebarang, padahal tak kira mati masih seltek. Tapi karena sampean nyeltek seorang presiden, nyeltek gubernur, nyeltek reng soki, lain mau nyetek kanjana. Sebenarnya juga dosa kecil, tapi kita berbuat dosa kepada Allah. Ada itu sakene, ada itu saraja pada. Nah ketakwaan nikah setiti taming kul panjenengan. Maka majelis kebe ngeces ketakwaan dekat Gusti Allah, ngeces mahabbah cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya majelis nikah ingat salon kecantikan ya. Sebelum masuk compang camping, mungkin obun kacar-kacir, masuk salon mele, potongan adirai, potongan apa macam-macam cenah. Ya orang ya tetap bulang ya bulang keng. Tetapi kan paling tidak ada perubahan, obun berubah, gaya napana berubah. Nah orang masuk majelis sebelum mungkin tak sholat berjamaah, keluar majelis sholat berjamaah. Sebelum majelis mungkin kurang ahli membaca Al-Quran atau tak bisa menghindar dari perbuatan maksiat, hadir majelis, keluar majelis ngestete. Ya, pada masuk adakah salon kela, lemon pancet. Ya berarti tak niat saya masuk sampean. Wa imma salonnya saya baca lah apa saya tak mampu merubah orang kela, atau orang yang saya masuk ada salon kecantikan je baca lala cuba dia tak bisa, tak bisa ubah bisa. Ya oleh karena itu penting nih ketakwaan nih kejagoku ya, sekecil apapun perbuatan dosa karena nilai yang manusia benih pakai nah benih surbana ketakwaan ada ke Allah Subhanahu
wa taala. Ya Rabb, matur muga majelis ini kan nambah ketakwaan anda ka Gusti Allah, nambah mahabbah kecintaan anda ka Rasulullah. Tak puja dari majelis nikah kecuali itu satu saya sepora reng sepo sini kal umur matur muka yang kadre ceteh ya pecempur kau purnah melo kencir dari majelis kak dinto segi pada umur tambah umur sebarokah sehat wal afiyah amin Allahumma amin. Khususnya bulan Recep ya pesemangat ibadah latih terus Al-Quran cek sampai tak baca bulan Sya'ban pupuk mari bulan Sya'ban bulan Ramadan kari molong sampai namen dari semakin cek sampai tak namen cek polana napa nyamana mungkin yang akhir pesajian semangat mun Recep semangat Sya'ban semangat insyaallah Ramadan semangat saapa sama termuka terima abasan insyaallah amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتخشاها منه الفيوضات الآمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحاصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا
وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.